اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بصحة وعافية وستر وخير من رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب وعباده أجمعين. جمهور المسكرين، جمهور الحلوين المسكرين زي أم محمود كده، لازم نتعامل بكل حب مع أي حاجة ربنا يديها لنا. خير وشر احنا بنتعامل، احنا راضيين بكل قضاء خير لنا يا رب. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهم حتى يبلغ الحمد منتهى. يعني هتعمل ايه لو السكر ارتفع وانت مريض سكر؟ طب انت ما تتخضش، هتتخض ليه؟ ما احنا اتخضينا كتير من السكر. دلوقتي يا جماعه انا بكلم النوعين، النوع الثاني والنوع الاولاني. بس السكر لما يعلى انا مش عايزاكي تتخضي. طب يعلى لحد فين يا ام محمود؟ عن تجربه بقى انا بكلمكم بقى انا الدكتوره ام محمود في السكر بقى وسع السكه والطريق. لازم نبتسم للحياه، ابتسم للحياه، الحياه هتبتسم. تفاءلوا بالخير تجدوه. مش المرض هيخوفنا ولا حاجه، ما احنا اتخضينا منه كتير فابتدينا نتعامل منه، نتعامل معاه. اقصد اقول كده. انا معاك لحد 200 250 تبتدي تقلقي. ده انا بكلم النوع الايه الثاني. 200 250 300 400 500. لا، لو وصلت لل 400 وال 500 يبقى لازم اروح المستشفى حالا على طول. ام محمود انت بتتكلمي بسرعه. لا والله انا بحب الهدوء وبحب الهدوء جدا، بس بتكلم بسرعه علشان خاطر ان الوقت بتاعكم في الفيديو يبقى قصير ما يبقاش طويل. بس اذا كنتوا عايزينه يطول اكتر من كده اكتبوا لي في الكومنتات. خلاص انا سكري بقى عالي بقى 500، يبقى لازم اروح المستشفى اخد انسولين سريع للناس اللي بتاخد انسولين. والله يا جماعه السكر ده اللي هو النوع الثاني صاحب صاحبه، ممكن ربنا يشفيكي منه. انا بتعامل معاه بجميع الاعشاب، الاعشاب اللي عندي كلها دي انا بستعملها من سنين. اللي بقوله لكم ده يا جماعه عن تجارب، انا معايا السكر بقالي قد ايه. يعني كل اللي يعرفني يقول لي لا انت لا يمكن يا ام محمود يكون كل اعوذ برب الفلق ما عندكيش سكر يا ام محمود. اقول لهم لا والله عندي السكر. واخدين بالكم ليه؟ لان انا حتى لو انا باخد البرشام بساعد معاه بالاعشاب. لو انا مثلا ايه، بس انا شويه يعني ايه بحب الاكل شويه، واخدين بالكم؟ لو انا ما بحبش الاكل شويتين ثلاثه كده والله كان بالاعشاب اقدر استغنى عن البراشيم. بس طبعا انا ما اقدرش استغنى عن البراشيم عشان بتساعد مع الاعشاب، عشان انا بحب الاكل. يا جماعه ما اقدرش اكذب عليكم، انتوا اخواتي يعني. عايز اقول لكم ان انا عندي حاجه يا جماعه دايما مثبته وزني عند حاجه معينه، هقول لكم عليها في فيديوهات تانية. اختراع. فانا مش عايزه حد يقلق لو السكر ارتفع او علي يعني مثلا انت معاك لحد 180 170 200، حتى لو انت بتاع ايه برشام زي حنا كده، تطلعي فوق بقى تبتدي تتخض بقى بعد الميتينات، تبتدي تتخض بقى يبقى فيه قلق. واخدين بالكم؟ بس اهم حاجه السكر يا جماعه رجيم صاحب صاحبه. في خضار كتير دلوقتي وفي حاجات كتير، الناس تاكل خضار كتير بالليل وانت قاعده بعد المغرب. قال لك كنت هتتسحري زي حال ام محمود كده ماشي تاكلي لقمه صغيره، ما فيش والله. انا مرات بصوم على الايه، على اللقمه بتاع الغدا اللي هي بتبقى الساعه 5 كده، واخدين بالكم؟ او 6، وبعد كده بمنع الاكل نهائي. انا طبيعتي كده عشان خاطر نحترم المرض يحترمك، صاحبه يصاحبك، هي كده. واخدين بالكم؟ لان احنا بقينا مسكرين بالزياده، فاحنا عايزين ايه تاني؟ طول ما انت واقفه على رجليكي وفيكي صحه محدش بيقدرك حاجه، ربنا ما يحوج ايدنا دي لايدنا دي، هو ده الغنى الكافي يا جماعه. هنخش بقى على الوصفه بتاعتنا، نقول ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. معانا ايه يا ام محمود؟ الحلبه دي صديقه مريض السكر، صديقة مريض السكر. فوق الحلبة بقى حب الرشاد. حب الرشاد ده يا جماعة ممكن تعملي بيه حركات كتير قوي. لو انا مش عايز اشربه احطه على السلطة، لو انا مش عايز اشربه، لو انا مش هحطه على السلطة ممكن اسف معلقة واخد وراه بق مية. ده حب الرشاد. تمام. معانا هنا ايه؟ المسمار اللي هو الايه القرنفل. تمام كده. يا جمال القرنفل ده بقى، يا جمال القرنفل ده بقى في السكر مع حب الرشاد. دي القرفة. القرفة يا جماعة المرة اللي فاتت لما اتكلمت في موضوع السكر، اللي عنده الضغط يستبعدها، اللي عنده الضغط يستبعدها، والا يحط حاجه بسيطه، لان هي فعلا هي صاحبه السكر وكل حاجه، بس في الضغط بتعلي الضغط شويه، فانت اللي عنده السكر يقلل منها، قصدي اقول كده. هنحط ايه بقى؟ معلقتين اتنين حلبة مغسولة ومتنقية على طول، انا بغسلها وانقيها واحطها. معلقتين اتنين ممسوحين كده، يعني معلقة هرمية. تمام كده.
ادي الحلبه. ممكن نستكفي بالحلبه وحب الرشاد، وممكن نستكفي بحب الرشاد احط معلقه وربع من بتاع حب الايه الرشاد، وممكن استكفي بحب الرشاد لوحده. بص يا جماعه، لازم يكون عندك انت مريض السكر، والله من غير مرض كمان يكون عندك صيدليه اعشاب. واخدين بالكم؟ هنجيب، انا الحمد لله رغم ان انا عندي السكر الحمد لله انا بتعامل مع الضغط، لان انا باكل حاجات كتير بتنزل الضغط، فانا ما باخدش علاج للضغط، ده بفضل رب العالمين، مش بشطارتي ولا حاجه، بشطارتي في ان انا مواظبه. عندي هنا مثلا قولي كده يجي 10 حبايات من اللي هو الايه المسمار، انا مكتره شويه عشان هو صغير مش كبير. وهاخد هنا حته ايه اسمها ايه قرفه اهي، تمام كده، خدت كسرت حته وخدتها بردك مش هكتر. بعد كده هنحط ايه كوبايتين كده ميه اهو، حطيت هنا مج ونص ميه، وهروح على البوتاجاز واغليه وارجع لكم تاني. كده بقى احنا غلينا المشروب بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعه؟ بس انا هخاف عليه بس بصوا الشاشه اهو. ايوه، هنحطه بقى بعد ما اتغلى كده، بسم الله اللهم بارك كده اهو. عامله شوب بقى من الايه من الاخر، بس انا مكتراه شويه اهوت عشان اقعد اشرب فيه كده. طول ما انا قاعده انا بعمل المشروبات دي يا جماعه، وطول ما انا قاعده بسيبها متغطيه واشرب فيها. انتوا واخدين بالكم؟ تشربي بقى ابوه كده، هتشربوا بايه ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ تشربي فيه، تشربيه بالهنا والشفا على قلبك. واخده بالك؟ ديك للسكر، اول ما تحسي ان هو عالي بيخلي السكر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده في ثانيه ينزل بمجرد حاجه بسيطه. انا بكلم كده النوع التاني يا جماعه اللي هو للبراشيم. اما لو هو عالي معاكي سواء برشام سواء انسولين، يبقى انا بروح للمستشفى، وده اخر حاجه بلجأ ليها، لان بيديني انسولين سريع للناس بتوع الانسولين اللي هو ينزل الايه السكر. ده محتوى الفيديو بتاعي النهارده. هنا معايا قلت لكم المسمار، بفكر الناس اللي معايا هنا المسمار اللي هو ايه اللي هي، قولوا معايا المسمار اللي هو ايه؟ طيب اللي هو ايه؟ القرنفل، برافو عليك، القرنفل. ودوك حب الرشاد، ودي القرفه لو انت ضغطك بيه مش مظبوط ما تاخدهاش، او حته صغيره. ودي الحلبه. وده يا جماعه هو المشروب بتاعنا النهارده، اللي هو لو فاجئت بالسكر عالي اوعي تترعبي ولا تخافي، اقول لكم بألف هنا وصحة وعافية عليكم. ربنا ما يحوجنا لعلاج أبدا ولا يحوجنا لأي حاجة، ويشفينا شفاء لا يغادر سقمه، وإحنا راضيين الحمد لله. طول ما البني آدم راضي ربنا هيرضى عليه ويحقق له كل اللي نفسه فيه. أقول لكم بألف هنا وشفا، سبتكم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء في فيديو آخر، وأمنوا واللي جاي أحلى وأحلى. قلت لكم أنا مكملة معاكم للسكر طول ما إحنا في الشتاء، لأن الناس بتحب تاكل كتير، يبقى محتاجين حاجة تنزل الإيه السكر. لسه اللي جاي احلى واحلى للسكر بقى، احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب لمطبخ ام محمود. احنا كان عندنا عروسه ومتحنيين، واو.